هو تسخين الموتور صح ولا غلط؟ هو لسه في حد بيسخن موتور عربيته؟ عادة توارثتها الأجيال أبا عن جدا لتسخين موتور العربية. ينزل يقعد في العربية، يبص في الموبايل، يسخن العربية شوية، يسخن الزيت، يستهلك شوية بنزين، وبعد كده يتحرك. هو ده صح ولا غلط؟ تعالوا بينا أقول لكم. معتز عاطف قرر يسيب استوديو دي ام سي ويصور رحلته اليومية على الطريق عشان يقدم لكم ريفيو سريع عن العربيات يخليك قبل ما تبيع أو تشتري لازم تشوف ميزو على الطريق. صباح الفل عليكم. حلقات استثنائية لميزو على الطريق في أوروبا. اي حد يجي يقول لك ايوه تسخين موتور العربيه صح، قول له ده كان زمان كان صح انك تسخن موتور العربيه عشان دخول البنزين للموتور كان عن طريق الترومبه البنزين الميكانيكال اللي هي اسمها الرداخ. يمشي البنزين لغايه الكربريتر يعمل المخلوط اللي هو بنزين والهواء، الموتور يسخن فالعربيه تدور كويس. دلوقتي ما بقاش. ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ بقى ترومبه البنزين اللي هي بتعطل كتير. زمان ما كانش في حاجه اسمها ترومبه بنزين، كان الرداخ. ولكن دلوقتي ترومبه البنزين متودي البنزين على طول للرشاشات، او لما يروح للرشاشات الموتور يبقى داير مظبوط. وايه كمان؟ زيت الموتور. زيوت المواتير دلوقتي التخليقيه. ايه هو الزيوت التخليقيه؟ زيوت صناعيه خفيفه معموله مخصوص المواتير. فاول ما بدور الموتور هم 30 ثانيه الزيت يلف في الموتور بسرعه، البنزين جاي من تربه البنزين، دار الموتور مظبوط. اي حاجه غير كده انت بتضيع فلوسك، بتضيع البنزين، بتضيع وقتك، وبتحرق زيت، وكمان بتعمل تلوث للبيئه. فيبقى اي مواتير قديمه تتسخن، اي مواتير جديده ما تتسخنش.